هناخد في الفيديو بتاع النهارده اصوات الحروف كلها يا جماعه. فكله يجيب ورقه وقلم ويبدا يلا معانا. عندي حرف الاي، قلنا عليه الفيديو اللي فات ان هو زي الفتحه او الالف، وقصه الفتحه والكسره والضمه دي احنا قلنا ايه هنوضحها بعد كده ان شاء الله. حرف البي الصوت بتاعه اللي هو ب. حرف السي قلنا ان هو بينطق ك واحيانا بينطق س او س، وده برضو هنعمل فيديو عليه ان شاء الله. حرف الدي د. حرف الاي قلنا عليه ان هو زي الكسره، يبقى انا في معايا اهو الاي ده من حروف متحركه. حرف الاي ادي معنى الفتحه، دي معنى الكسره. حرف الاف ف الصوت بتاعه. حرف الجي بينطق ج وبينطق ج كده، نحط 3 نقط كده مجازا يعني ج وينطق ج. حرف الاتش بينطق ه. حرف الاي يا جماعه ثالث حرف معانا من الحروف المتحركه، وبينطق زي الاي، بينطق كسره واحيانا بينطق اي زي ما هو، وبرضه هنتعرف على القصه دي قدام ان شاء الله. حرف الجي هينطق ج. حرف الكي هينطق ك. بصوا معايا يا جماعه، كي ال ام ان زي عندي في العربي كاف لام ميم نون، يبقى ك ل م ن، ده الاصوات بتاعتهم. حرف الاو رابع حرف معايا من الحروف المتحركه، وقلنا ان هو ايه زي الضمه كده، ضمه خفيفه كده، مش هقول واو يعني انا، لا ضمه خفيفه كده. بعد كده معايا حرف البي وده ب. حرف الكيو ك. حرف الار ر. حرف الاس س. حرف ت. حرف اليو رابع حرف معايا من الحروف المتحركه، واليو ده حكايه يا جماعه، احيانا بننطقوه يو زي ما هو، واحيانا ينطق زي مثلا كلمه كاب كات، برضه هنتعرف على القصه دي ان شاء الله في فيديوهات تاني. حرف الفي ف عارفين ف على 3 نقط ف. حرف الدبليو و. حرف الاكس هننطقه زي ما هو اكس. حرف الواي هينطق ي. حرف الزد هينطق ز. دي اصوات ال 26 حرف معايا يا جماعه. هنلاقي فيهم 5 حروف متحركه اللي هم الاي، 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 الاو، اليو. دلوقتي يا جماعه جه وقت التدريب على القراءه. بصوا معايا كده، حرف الاتش هنجيب وراه حرف الاي وبعدين حرف التي. يلا كده وروني مين اللي هيعرف يقرا الكلمه دي. مظبوط، هات اتش زي ما قلنا الفتحه او الالف هات اللي هي بورنيطه يعني طاقيه. طيب اتش هنجيب وراها الاو تي هتبقى ايوه هوت. تمام. طيب عندي الاتش هجيب وراها الاي، هجيب وراها التي. الاي الاغلب ان هو هيتنطق زي الاي كسره يعني هي هيت. تمام. طيب ناخد كلمه تاني، هنجيب حرف الام هنجيب وراه حرف الاي، هنجيب وراه حرف الان من. تمام. شكرا لكم يا جماعة، وأتمنى الفيديو ده يكون مفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.